هلا مساء النور. اقول لك هاتي المدير العام بسرعه. نعم. مدير الشكاوي. شكوى انا قلني حوشان هاتي بسرعه خارجي. الو مساء الخير. لو السلام عليكم. عايز يا فندم معاك مروه من قسم الشكاوي تحت امر حضرتك. من معي من؟ مروه من قسم الشكاوي يا فندم. انا اسمعي. انا تحت شوف أمرك. كنتاكي انا قلني هالساعه ما عاد بغيتكم وما عاد باكل من عندكم ولا عاد شيء. مقاطعه نعم. معكم خلاص. نعم يا فندم. البارح طلبت اكل. تحت امرك يا فندم. انا وعبد العزيز وصالح محمد عمر انا. وجاء مغص بطني انا. بيت هرهر. وصالح قد بطنه وخلاص تحولب ما عاد شيء ورحنا قلنا المستشفى. قالوا لنا من فين؟ قلنا لهم من هذول عدا الله كنتاكي. ما عاد بطلب منكم. لا عاد تجوني. فين؟ هاتي رجال انت متفهمين بقى. الو مساء الخير. مساء النور. هاتي رجال انت متفهمين. الو حضرتك يا فندم شرفتنا امبارح بعمل طلب على رقم تليفون كام؟ ما تقولي ليش انا قدني مقاطعكم عشان كذا ما بنطيكم ولا معلومة، بس بقول لكم حاجة تحطونها في كوركم. اكلكم لازم تخلونه ناجح ومقمر. اكلكم هالساعة هو كذا يمغص البطن، يخلي الواحد يقعد بطنه خلاص تفتقش ونحن نخسر عنا في المستشفى، وفوق ذا ناخذ لنا ابرة. لا انا بعتذر جدا يا فندم حضرتك على الغلط ده، بس حضرتك ممكن تقولي يا فندم طلبت الاوردر على رقم تليفون كام؟ ما عاد اقول لك انا زعلان منكم معانا عشان ما انا بقول لك ولا عاد تعتذرون ولا حاجة، انا بقول نصيحة لكم بس. تحت امرك يا فندم. وبعدين بسألك سؤال، هذا ذبح اسلامي ولا ما هو ذبح اسلامي؟ نعم يا فندم. ذبح اسلامي. هذا في اليوتيوب الساعة وظهره مقطع خلق يدفرون في الدجاج واللي يكذب واللي واحد يحط دجاجة دكم. شفتهم انت؟ شفتيهم؟ للاسف انا مش فاهمه حضرتك يا فندم، انا للاسف مش فاهمه حضرتك. ولا هذا ما فهمتين انت؟ هاتي رجال. طب حضرتك يا فندم اسمح لي بعد اذن حضرتك، احنا هنا في قسم الشكاوي، ايه رقم اللي حضرتك شرفتنا بعمل طلب عليه عشان اعرف اشوف الاوردر قدامي يا فندم ايه؟ اول شيء انت هنا مدير الشكاوي صح؟ تحت امرك يا فندم. هاتي لي مدير الشكاوي. انا ما عاد اكلم حريم، هاتي لي مدير. لحظه معايا بعد اذنك. يلا. الو مساء الخير. الو مساء النور. مع حضرتك فريد فوزي مسؤول قسم الشكاوي فندم في خدمة حضرتك. اهلا استاذ فريد، انا بغيت بقول لك كلمة وانت عارف الرجال من كلمة. تحت امرك يا فندم. انا البارح الاولى انا وصالح وعبد العزيز طلبنا من عندكم بالتليفون وجانا لام البيت الاكل. طلبنا لنا ما ادري يسمونه بروست، ما ادري تنر، ما ادري دينار حقكم هذا، ما ادري دجاج، المهم هو دجاج. طب حضرتك الاوردر كان بتليفون كام؟ الطلب كان معمول بتليفون كام؟ انا الحين يا استاذي ما عاد بقول لا تليفون، انا ما عاد باكل من عندكم، انا اقول لكم نصيحة لكم، انا خلاص بطلت شيء اسمه كنتاكي. هذا صالح بله هزفة بهتف عليه كل ليلة، هو اللي جابنا قداكم، ولا نحن الساعة عاملين الفول والقلابة الساعة ورخيص وانتوا غاليين. ما عاد بغيت منكم ولا عاد تتصلون بي ولا حاجة، وانتبهوا لاكلكم، شوفوكم بتفلسون بكرة والله. انا اسف جدا لحضرتك يا فندم، هو عشان بس اقدر اعرف الخطأ منين والتقصير منين عشان نقدر نعالجه. خطأ والتقصير محتاج ابص في يعني محتاج اتابع الطلب، يعني انظر الطلب. التقصير وهذا منكم، بتنطيني شيء ببلاش، ما عاد بتنطيني، انتوا اخذتوا فلوسكم وهربتوا. انا عارف يا فندم. ايوه التقصير من عندنا، بس عايز اعرف مثلا إيه اللي عمل الاوردر ولا اللي عباه ولا اللي قلى الدجاج ولا اللي عمل ايه. محتاج رقم التليفون اللي عليه الطلب كام يا فندم؟ اسمع، بتهد فيهم بتقبضهم بتضربهم، ما تضربهم، بس بتقول له العاد تلقي هو كذا مرة ثانية وخلاص. انا دي خسرت وانا دي تعبت المستشفيات، انتم متعبون. انت حضرتك في المستشفى يا فندم من الطلب بتاع امبارح؟ من الطلب دي قبل امبارح منكم انتوا، ما كان في غيركم، والدراسة حقك ضاعت الدراسة منكم. تعرف السبت الجاي يقولوا امتحانات، وكذا انتوا تلقون بالواحد. يوم بغينا بنشجعكم بغينا بنتعاون معكم عشان الهدية تجي في لعبة الاطفال، لكن خلاص ما عادش يا للاسف يا للدهر المنقطع، يا للايام والعبرات. انا خلاص، انا لا عاد تكلمني، زعلان منك. طب استاذنك يا فندم، الطلب كان امس؟
البارح تلول الطلب، لا تقول لي شوف امس ولا غدوه. امبارح كان برقم تليفون كام يا فندم؟ انا قلت لك ما عاد بقول لك لا رقم تليفون، لاني ما عاد بديك اي معلومه، انا بس انصحك نصيحه. ما انا المعلومه يا فندم، المعلومه عشان اقدر اخدها وامشي عليها عايز اعرف مين اللي اخطا. هذا كلامي وكلام الطلبه دي ياكلون من عندكم بتتسمموا. انا محتاج رقم التليفون اللي عليه الاوردر، عشان انا كده مش هقدر اعمل في الشكوى اي شيء، كده مش هقدر اخد شكوى. لا تعمل انت انا انبهك انت. المهم خلاص معلش انا اسف اني اتصلت وفهمتكم. حضرتك الطلب، حضرتك كنت في منطقه ايه؟ حضرتك ساكن في منطقه ايه؟ انا ساكن في منطقه اكتوبر في ملك الهجان، انا واصحابي مهدلين خلاص. المهم لا تكسر انا زعلان منكم. هات بتعدلي شيء رضوى. ما عشان نقدر يا فندم نرضي حضرتك محتاجين نعرف الطلب طلع من انهي فرع. احنا عندنا 4 فروع في اكتوبر، محتاجين معكم قروش. انتوا معكم قروش تفتحون 4 7 8، لكن ما تعرفون وين الخطأ بالضبط اللي هو عند فرع الحصري. المهم خلاص الفرع بتاع الحصري بغيت لك تبعت لي دجاجه هديه رضوى، يعني خلاص تراضيني في الاخر. لا يا فندم طبعا لازم نرضي حضرتك ونعرف الخطأ حصل منين، فمحتاج رقم التليفون اللي عليه الطلب. خلاص بعد اذنك خلي الدجاجه لك، ما عاد بغيتها. يلا مع السلامه. خلاص خلي الدجاجه لك، ما عاد بغيتها. انا ما عاد بغيت شيء منكم، بغيت بتمغصني مره ثانيه. طب اتشرف باسم حضرتك. محمد عمر وصاحبي صالح بن عبد العزيز. سوري يا فندم، استاذ مهند. محمد عمر. محمد عمر. طب استاذ محمد حضرتك مش متذكر رقم التليفون اللي كان عليه الطلب؟ انا مانيش فاكر حاجه، خلاص انا زعلان منكم، مع السلامه. احنا اسفين قبل حضرتك يا استاذ. شفت فاتحت مكه، نحن اسفين. هذا اللي قلت. ما انا يا فندم لو اقدر اوصل للطلب حضرتك مش موصلني للطلب، انا لو وصلت للطلب هقدر افيد حضرتك وهيبقى في اكتر من الاسف. خلاص انما حضرتك انا كده مش عارف الاوردر كان فين ولا خارج من فرع ايه ولا مين اللي نفذه. وقف فوقهم انت، خلك فوقهم وشوف الاكل وفتش سواء بتلاقي الخطأ فين، لكن يوم قاعد هنا ما بتعرف. ني صدق والله. هيا مع السلامه لا تكلمني ولا تدقون على هذا الرقم. حاضر احنا اسفين. الله. وانتم بسألك سؤال. نعم يا فندم. انتم الذبح اسلامي ولا ما هو اسلامي اول شيء؟ نعم يا فندم. الذبح حق الدجاج اسلامي؟ لا الذبح حسب الشريعه الاسلاميه يا فندم. والله؟ اي فندم. وفي مقاطع في الانترنت انتم يا اخوانكم ترفسون الدجاج ظهرت هذا، شفتها يا عبد العزيز؟ شفت. لا يا فندم دي مش تبعنا، هو الدجاج بتاعنا اللي بنستعمله في مصر من شركه القاهره للدواجن، ودي شركه مصريه. طب اسمع، خذ والذبح حسب الشريعه الاسلاميه. خذ الشخص الثاني بيكلمك اللي توجع معي. انا مع حضرتك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. كيف حالك يا اخوي؟ طيب اهلا بحضرتك. احنا خلاص نحن يعني ما عاد بنتعاون معكم ابدا خلاص. ده شيء شرفنا حضرتك، كنت معانا باستمرار. اتشرف باسم حضرتك. خلاص مع السلامة. اتشرف باسم حضرتك مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام.